اهلا بيكم في بودكاست مع فاطمه جابر محمود عبد الله. ان شاء الله هنتابعكم في حلقات جايه كتير وهنوصل لكم في كل مكان انتم موجودين فيه. عايزينكم تتابعونا بلايك وشير، وبنرحب بكل مقترحاتكم، وان شاء الله نفيدكم ونكون معاكم في قلب كل حاجه في اسيوط. كل تعليقاتكم هي محل اهتمام ودراسه مننا، وهي دي اللي هتخلينا نشتغل لقدام، وان شاء الله نقدم محتوى هادف ومحتوى ايجابي. دكتور عثمان، اهلا وسهلا بحضرتك معانا في البودكاست. حضرتك دفعه كام؟ أنا أولاً حابب أشكركم على الاستضافة دي. أنا دكتور عثمان محمود، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية. أنا اتخرجت من كلية الطب جامعة أسيوط 2006، واستلمت طبيب مقيم في جامعة أسيوط في قسم الأوعية الدموية 2008، واتدرجت في القسم 3 سنين، تعينت في 2011. يعني إحنا نقدر نقول كده من لحظة خروجك من جامعة أسيوط، الرحلة بتاعت حضرتك كان شكلها إيه؟ يعني ايه المراحل اللي مريت بيها في الفترة دي كلها؟ كانت مجموعة عدة مراحل. اولا المرحلة الاولى مرحلة الكلية، ودي انتهت مع 2006. بعد كده مرحلة الطبيب مقيم واختيار القسم اللي انت هتتعين فيه. انا كنت اتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتعينت في قسم الأوعية الدموية، وده بتبقى طبيب مقيم 3 سنين. بعدها بتدخل في السلك الجامعي، تبقى مدرس بعدها ب5 سنين. المفروض انك بتحضر دكتوراه. فجت مرحله تانية ان انا اخد بعثه. كانت فين يا دكتور؟ دوله فنلندا، جامعه هلسنكي، وكانت فتره بعثه سنه ومدتها سنه تانية، وبعد كده في امتداد معاهم لمده سنه ثالثه. اعتقد المرحله دي وان انت تبقى خارج مصر في المرحله دي، ايه الحاجات اللي يمكن فاطمه، ايه الحاجات اللي اكتسبتها من وجودك بره مصر؟ هقول لحضرتك. اكيد هو الفتره دي غيرت كتير على المستوى العلمي وعلى المستوى الشخصي وتعاملات الحياه العاديه. تجربه السفر والبعثه دي بتبقى بتغير من شخصيتك تماما. حضرتك بتشوف شعب جديد، بتشوف تعامل جديد، بتشوف اكتساب خبرات كتيره جدا جدا جدا. انت بتشوف الانسان هناك ازاي بيحافظ على مقدرات الدوله وازاي بياخد حقوق. ايه اكتر حاجه اثرت في حضرتك من بره لما كنت في البعثه؟ النظام. مفيش حد كبير على النظام. عاد بقى لأسيوط بعد ما رجعنا من البعثه والمكتسبات اللي اخذناها منك، رجعنا من أسيوط، ايه المراحل اللي مرينا بيها؟ مرحله تانية كانت بالنسبه لي، او كان هو قرار بصراحه. كان في فرصة إن أنا أقعد هناك وأكمل في السلك الجامعي في جامعة هلسنكي، بس أنا كان عندي قرار. أنا سافرت بعثة بفلوس الضرائب بتاعتي وبتاعت حضرتك وبتاعت فاطمة، عشان نشوف حاجة بتحصل هناك وتنقل العلم. فالأمانة العلمية إنك لازم ترجع تنقل اللي أنت شفته، مش بس اللي أنت تفيد بلدك. وهو أنا هناك أنت ممكن تبقى ترس جوه الدائرة الكبيرة، لكن في مصر ممكن تنقل حاجة أنت شفتها مش بس تشتغل. يعني رجعت ولاء للبلد. ده كان قرار واضح في 2016، نهاية 2016، إن أنا أرجع مصر تماما. إنك أنت أنا أحب تشانل، أحب إن أنا أعمل حاجة مختلفة. ممكن تلاقي صعوبات، أنا أحب التحدي. حابب إن اللي أنا شفته هناك، المريض بتاعنا مش أقل من المريض اللي في أوروبا. الخدمة الطبية اللي هناك يستاهلها المريض بتاعنا. فدي كان تحدي. أنا قلتها لزوجتي في الفترة دي، لو نقلنا 1% من اللي اتعلمنا هيفرق معانا كتير. ممكن كلنا نمشي بعد كده نبقى في مرحلة تاني من حياتنا، بس هنبقى سيبنا أثر مكاننا يفرق مع كذا. بالنسبة للعمل النقابي لحضرتك، يعني ازاي تدرجت ليه أو هي خدتك عاد بقى من الحاجات العلمية من السفر بره للنقابة في أسيوط، النقابية والعمل المجتمعي؟ هو أنا رجعت في آخر 2016. 2017 كان لي الشرف إن أقابل الدكتور ضياء عبد الحميد والدكتور عبد الحكيم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، الدكتور هبة عاطف، أستاذ الطب الشرعي، وكان أقنعوني إن إحنا ندخل تجربة العمل النقابي. وأنا كنت بصراحة متحمس، أول مرة أدخل العمل النقابي وتجربة جديدة بالنسبة لي، حابب إن إحنا نجرب فيه. أعتقد دي فادتك كتير جدا جدا. عرفت على الحمد لله العمل النقابي بقى، ونجحنا الحمد لله مع المجموعة، تعلمت منهم كتير. حضرتك في المجتمع الأطباء والنقابة أنت بتتعامل مع مواطن برضه،
الطبيب ده ليه احتياجات اجتماعية وقانونية مهنية. كل مناحي الحياة بتاعة الأطباء ليها علاقة بالنقابة. النقابة هي البيت الأكبر للأطباء، بيلجأ له في ورقه المهني. هو أول ما بيتخرج بيجي لنا عشان يستلم الورق بتاعه. أول ما ياخد الدرجة الوظيفية وعاوز يفتح عيادته بيجي عندنا في النقابة. لو في أي مشكلة قانونيا أول بيت بيبقى منتظره هو النقابة. فادتك اكيد اعتقد يعني على المستوى المهني والمستوى المجتمعي. والموضوع مش بس مهني، انت برضو بتشوف الطبيب برضو محتاج الحالة الاجتماعية. يعني محتاج انك توفر له نادي اجتماعي يخرج عن جو الشغل، يقعد الأطفال وأسرته، يبقى في مكان يليق بيه. وده كان تحدي على فكرة لما جينا ان احنا استلمنا، ما كانش في نادي يليق بالأطباء. طبعا انا كنت اصغر واحد في المجموعه، طبعا بتوجيهات المجموعه كلها الحمد لله ربنا اكرمنا ان احنا نعمل نادي يليق باطباء اسيوط. كان المقر موجود، مقر النقابه نفسه، بس ما كانش بصراحه يليق بموضوع الاطباء. كان في قرار داخلي مع المجموعه كلها. المجموعه كلها بصراحه اتعلمت منهم يعني تشتغل في تيم، تنسى نفسك. التجربه النجاح لينا كلنا والفشل لينا كلنا، ما فيش حد بيقول انا عملت. دكتور عثمان، قرار نزولك في المشاركة الانتخابية وفي المشهد الانتخابي في محافظة أسيوط في دايرة من الدوائر المهمة جدا وبها كتلة من المرشحين، يا ترى حضرتك إيه الحاجة المختلفة اللي أنت هتقدمها للمواطن في أسيوط؟ طيب، هو سؤال جميل، وأنا بس حابب أرجع خطوة لورا. يعني أنا في نهاية 2024 كان عندي تصور إن إحنا الحياة السياسية محتاجة زخم شوية، محتاجة إن أنا شايف رؤيتنا عن نائب مجلس النواب مختلفة عن الصورة اللي المفروض عضو مجلس النواب يعملها. وفي جاب شوية بين عضو مجلس النواب والمواطن والقيادة السياسية والقرارات الحكومية. الدولة ماشية في توجهات رؤية الجمهورية الجديدة 2030، والمواطن بيستحمل الإصلاحات الاقتصادية والحكومية، متقبل الموضوع ده كله، بس يبقى محتاج حد يغطي الجاب دي ويشرح له التفاصيل. وكانت لي تجربة سابقة في المشاركة في تأسيس حزب الجبهة الوطنية في أسيوط، وكانت تجربة في فترتها استفدت منها كتير، مبنية برضو على نفس الفكرة. ولما جه فترة الاستحقاق الانتخابي وأن القيادة السياسية بتدعو الشعب كله للنزول واختيار وممارسة حقه الدستوري في أنه هو يختار ممثل ليه، دي رسالة للطرفين، للمرشح وللناخب. المرشح اللي معاه رؤية مختلفة، برنامج يقدر يقنع بيه الناخب يقدمه. ودي كانت النقطة اللي احنا بدأنا ان احنا معانا رؤية شايفين ان هي ممكن تبقى مختلفة. الناخب المفروض ينزل ويمارس حقه الدستوري في اختيار المرشح المناسب اللي شايفه ان هو يغطي طموحاته وطلباته. يمكن ده ننتقل لسؤال تاني، ويمكن حاجة مهمة قوي برضي. احنا دلوقتي بنشوف دور المجالس المحلية من 2011. يمكن من 2011 من لحظة ما تم حل المجالس المحلية، ممكن دي حاجة مهمة. ده ضاغط قوي على الدور الرقابي والتشريعي على عضو مجلس النواب. ايه الدور اللي حضرتك ممكن تقوم بيه؟ ممكن ده فاطمة اللي بنطرحه. ايه الدور اللي حضرتك ممكن تقوم بيه لو إن شاء الله يكون توفيق حضرتك وفي دورة الانعقاد الأولى لمجلس النواب لعودة المجالس المحلية؟ أكيد أول شيء بعد ما استلم الكارنيه في أول دور انعقاد لمجلس النواب إن شاء الله هنقدم طلب وضع إضافة قانون الإدارات المحلية على الأجندة التشريعية للمجلس. إن إحنا بالمجالس المحلية دي 55,000 وظيفة على مستوى الجمهورية، دي المفروض اللي منوط بيها الدور الخدمي اللي عدم وجود المجالس المحلية منذ 2011 من 2011 خلى الحمل على عضو مجلس النواب كبير في إن هو بيقوم بالدور التشريعي والرقابي ودور خدمي اللي هو مش دوره أصلا في الأساس. ده ممكن ده الدور في الأساس المجالس المحلية، دورها رقابي داخل المحافظة ودور خدمي ودور تقييم لعضو مجلس النواب الممثل للمحافظة.
وبتمثل فئة كبيرة جدا طبعا، عدد قطاع كبير. 55,000 كادر شاب، وكل ما هو مهتم بالعمل الخدمي. فئات مختلفة يا فاطمة. يعني احنا بنتكلم على عمال وفلاحين حسب كل الفئات فعلا، كل الفئات مستهدفة. حضرتك يعني عندنا تصور ان المجلس المحلي، مجالس محلية هي مجلس نواب مصغر داخل المحافظة. صحيح، ده كمان اصبح ان هو مطلب جماهيري. يعني دلوقتي حديث الشارع صحيح. كله السؤال هل هيبقى في مجالس، وده هيريحني انا كعضو مجلس نواب ان ناخد تصورات المجالس المحلية بتقوم بالدور الخدمي، واي معوقات بالنسبة لها، سواء المعوقات دي جزئين، يا جزء يفتقد للتشريع، محتاجين تشريع، يبقى محتاجين النائب بتاعنا يبدأ يتحرك باتصالاته مع الأحزاب والزملاء جوه والغرف النوعية بتاعة المجلس النواب، أو هو موجود قانون بس الخدمة فيها بعض المعوقات مع بعض الأجهزة، نبدأ نتواصل مع الوزارات المختلفة ونشوف المشكلة فين، ونبدأ نحط وضع تصور لحلها إزاي. وده كان بالنسبة لي برضو اختيار الرمز الانتخابي، سماعة الطبيب، الهوية بتاعتنا هي رمز للهوية بتاعتنا، لكن ليها مدلول. الفلسفة الطبية بتعتمد على حاجتين، إنك أنت بتسمع شكوى المريض اللي هي شكوى المواطن، وبتشوف أعراضها إيه، تبدأ تحلل المشكلة وتحط طرق العلاج. هو دي كور السياسة برضه، هو ده فلسفة السياسة، إن أنا بعيني على المشاكل الموجودة وإيه أعراضها موجودة داخل المحافظة وداخل قطاع الصعيد كلها. أنا مش مقتنع إن أنا أبقى نائب لمحافظة أسيوط بس، أنا أبقى نائب للجمهورية والقطاع الصعيد بالتحديد. يعني القطاع ده ممكن مش مهدر حقه شوية، الدولة بتصرف كتير وموازنة الدولة قوية، بس محتاجة حد يجي يفتح الباب يخبط، احنا محتاجين 1 2 3، ويعرض الموضوع بآلياته، بخطط التنفيذ بتاعته، وطريقة العرض والحلول، المشكلة والحل. احنا مش هنصدر مشاكل وخلاص. دكتور عثمان، ما ينفعش حضرتك تبقى موجود معانا وما نتكلمش عن منظومة التأمين الصحي الشامل. طبعا احنا على مدار سنوات الدولة بتبذل مجهود كبير قوي في دخول كل المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤخرا كان عندنا المنيا واسكندرية. يا ترى حضرتك ايه الحاجة اللي ممكن تقدمها لنا في دخول محافظة أسيوط في منظومة التأمين الصحي الشامل؟ طبعا أكيد ده السؤال مهم قوي. من أهم الملفات عندي في البرنامج، ومن أهم الأهداف اللي يعني حمستني إن أنا أخذ قرار الترشح، هو الملف الطبي. الملف الطبي ده من الأجزاء المهمة فيه التأمين الصحي الشامل. ده أكبر وأعظم مشروع خاضته الدولة في توجهات 2030. التأمين الصحي الشامل هو حلم أي طبيب على مدار سنين. أنا كطبيب أحب لما أنزل أقدم خدمة طبية للمريض بتاعي متكاملة. الكلام ده كان يعوق زمان، إن مش كل القطاعات المجتمع اللي على الأرض مواطنين ليهم جهات تغطي التأمين بتاعهم. فجت فكرة التأمين الصحي الشامل، هو كل مواطن على أرض محافظة أسيوط مغطى بمنظومة التأمين الصحي الشامل، اللي بتكفل ليه كل الإمكانيات الطبية والأجهزة والأطباء اللي تقدم له أحدث خدمة طبية تليق. إحنا محتاجين نسمع دور حضرتك كبرلماني ومرشح محتمل في حالة دخولك مجلس النواب إن شاء الله. إيه الدور اللي حضرتك هتقوم بيه في إن إحنا نطبقه في محافظة أسيوط زي ما فاطمة قالت، وزي ما حضرتك بتقول إن ده ملف قوي جدا وملف مهم جدا وبيمس كل مواطن مصري طبعا أي مكان فيه. أول نقطة، التأخير لأسيوط. هو الفكرة التأمين الصحي الشامل بدأت على محافظات صغيرة أن عشان تجرب السيستم الجديد، ولو في مشاكل تبدأ تتلافى فيها. لكن محافظة زي أسيوط التعداد السكان بتاعها كبير جدا، مساحة كبيرة. لما تيجي تطبق التأمين الصحي الشامل المفروض إنه كان يدخل 2026، بس لازم تبقى مستشفيات الصحة والتأمين جاهزة للمنظومة.
معاها برضو القطاع الخاص، ان عشان اقدم خدمه طبيه لاكثر من 5 مليون مواطن، المنظومه الصحيه سواء تامين او نفقه تامين او وزاره صحه. خلاص احنا بنلغي نفقه الدوله، خلاص مفيش حاجه اسمها نفقه الدوله. بنلغي نفقه الدوله. انا بتكلم سوري على وزاره الصحه والتامين الصحي والجامعات والمستشفيات الخاصه، دي كلها ليها طريقه لدخولها للتامين المنظومي كاشتراكات يعني. ليها اشتراطات. اكيد بيكون بتنسيق ما بين عشان تنضم للتامين. اشتراطات المنشآت الصحيه. المنشآت الصحيه تمام، ولازم تعدي ببروتوكولات معينه عشان تبقى ورقياتك وتأسيس المستشفى بتاعتك والكوادر الطبية والكوادر التمريضية والإدارية جاهزة للمنظومة. يعني حضرتك مؤمن بهذا المشروع وهتطالب قلبا وقالبا. حضرتك متخيل إن مريض ما كانش بيغطيه تأمين صحي العادي ولا نفقة الدولة ولا أنواع التأمين تأمين الشركات، ده كان بيحتاج تدخلات طبية ما بيقدرش عليه وما فيش منظومة تغطيها. هو دلوقتي هيبقى شريك مع الدولة. يعني أنا بدي برضو نصيحة إن إحنا كلنا كمواطنين المفروض إن إحنا هندفع جزء بسيط من دخلنا مقابل الدخل. يعني عثمان هيدفع غير محمد. وأعتقد الدولة مهتمة، يمكن المواطنين الأكثر فقراً أو الدولة اللي هتشيل طبعاً. ما هو أنا قلت لحضرتك بناء على الدخل. يعني في فئة ممكن ما تدفعش حاجة، صح. أنا مثلا ممكن يبقى دخلي أكتر شوية هدفع أكتر في التأمين. هو ده اللي بيحط الموازنة كده، هيكون لها سيستم. الدخل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بيخلي الدولة تقدر توفر الأجهزة والمستلزمات. احنا عندنا مستلزمات يومية بأرقام كبيرة عشان نقدم خدمة طبية متكاملة، ونظام إلكتروني وربط بين المستشفيات، وده اللي احنا بنحلم بيه. هو الربط بين المستشفيات، يعني مريض في مركز في نجع العسوية في نجع 7 مريض تعبان، المفروض الوحدة الصحية تبقى مرتبطة إلكترونيا بالتأمين الصحي الشامل، هي تبع التأمين الصحي الشامل. هيتفلتر المريض من هناك، والطبيب الوحدة هو أول نواة داخل التأمين الصحي الشامل. صحيح. بيفحص وبينقله وبيحدد هيروح إمتى، يبقى المريض رايح وعارف هو متوجه إزاي، ليه رقم كودي، بتجي له موافقة في أسرع وقت، مستلزماته بتبقى موجودة مقابل رقم بسيط من الدخل بتاعك بيسند المنظومة الصحية. طيب ننتقل لمحور تاني من محاور النقاش بتاعنا مع حضرتك، وهي محور يعني أعتقد المواصفات اللي مطلوبة في عضو مجلس النواب. وإحنا بنشوف دايما إحنا محتاجين نسمع من حضرتك ونشوف هو إيه الفرق ما بين الميزانية العامة للدولة والموازنة بيختبرك يعني السؤال هو إحنا دايما بنخش في التفاصيل، لكن في مواصفات لعضو مجلس النواب الناس بقت خلاص دلوقتي محتاجة تسمع رؤية حضرتك أو إيه تصور حضرتك، هو إيه الفرق ما بين الاثنين؟ أنا مش إيه الفرق؟ هو ده سؤال اختبار. بيختبرك فعلا. بس أنا هجاوب عليه وأعقب على حاجات. دايما هو الاسمين قريبين من بعض، الموازنة والميزانية، لكن هو في فرق شاسع بين الموازنة. هو تصور والخطة بتاعت الدولة، أنا السنة الجاية هعمل إيه في كل قطاع، وخطة عشان أحدد بتتعرض على مجلس النواب يقرها في بداية العام قبل ما يبدأ العام الجديد. أنا عشان أحدد كل جنيه هصرفه في المورد بتاع كذا، في وزارة كذا، في ملف كذا، الصحة والتعليم. والميزانية إيه بقى؟ هو الطريق يعني أنا بعد ما نفذت بقى الدولة بتقول أنا صرفت كل جنيه إزاي. وده هنا دور البرلمان، هو الرقابة عشان يتأكد إن كل جنيه في الموازنة اللي أقرها قبل كده إن هي اتصرفت في التوجه بتاعها في الأبواب المختلفة. في الأبواب المختلفة. طيب النقطة اللي أنا كنت حابب أضيفها بقى، ده الدور الأساسي بتاع عضو مجلس النواب. لكن إحنا لينا سنوات اختزلنا عضو مجلس النواب في مجلس النواب، إني أنا مثلا عثمان مثلا أنا وارث الكرسي عائلي. طب حلو، ما عندناش مشكلة، بس قول لي أنت بتعمل إيه؟ هل أنت بتخدمني في المكان ده ولا لا؟ لو بتخدمني ورثه 100 سنة. إحنا لينا نتيجة على الأرض. أنا زي ما أنا مرشح أنا ناخد برضه ليا طلبات. لو أنا مش فارق معايا مين يجي، أنا فارق معايا الخدمة
ويبقى ليا صوت جوه البرلمان ده. يا إما اختزلته في مناسبات. أنا ليا تصور في موضوع المناسبات ده بصراحة، وأنا مش بحب إن أنا أحضر الأجزاء دي، ليس تقليلا من شيء، أنا ممكن أروح له تاني يوم. إن الحزن ده مصاب جلل، أنا ما استغلش ده في إن أنا بعمل دعاية لنفسي. المصاب ده ليه احترامية وقدسية. أنا لو أنا عايز أعزيه وأنا مرشح مش هروح له بعد العزا ما يخلص في غرفة مغلقة في بيته. أنا جاي أقدم واجب عزا ولا جاي أخد لقطة انتخابية؟ وده نفس النظام في الفرح، نفس النظام إن عضو مجلس النواب بإيه دوره إن أنا رايح أمضي ورقة أو طلب فوق الكثافة. فوق الكثافة. لا، أنا الفكرة إن أنا بعظم الاستفادة من الوقت. أنت كزميل كعضو مجلس نواب جات لك الفرصة إنك تقعد مثلا مع وزير الصحة عشان تمضي طلب قرار نفع الدولة للمريض، جميل، استفاد منها مريض. بس أنا في النص ساعة اللي هقعدها مع الوزير ده، لو أنا طلعت بمستشفى طوارئ لما أشرح احتياج مركز أسيوط إن يبقى فيه مستشفى طوارئ تفلتر الحالات، في حالات ممكن تاخد خدمتها في المركز وتنقذ حياة قبل ما توصل للجامعة أو توصل جوه المدينة، هتفيد شريحة. أنا طلعت بموافقة فادت قطاع كبير مش جدا. حالة ولا حالتين. ده الفكرة، إنه تعظيم الدور ده أنا ممكن حد تاني يقوم بيه جوه فريق العمل بتاعك. ما أنت المفروض يبقى معاك، ما فيش حاجة اسمها وان مان شو، يعني ما فيش حاجة أنا اللي بعمل كل حاجة. أنت بتشتغل مع فريق عمل بتاعك، أنت مجرد معاك وسيلة التحرك، الكارنيه، إنك أنت معاك سلطة تتحرك، تعرف تدخل تقابل ناس، تتكلم في المجلس. لكن اللي بيحط لك خطة العمل، اللي بيتناقش معاك هو فريق العمل بتاعك. لو مش معاك فريق عمل فهو ده أول نقطة للفشل. دكتور عثمان، دايما اللي احنا اعتدنا عليه واعتدى عليه المواطن الأسيوطي أو في غالبية المحافظات، يجي بقى سيزون الانتخابات وسيزون الدعاية، نلاقي المرشح بالجلابية الجميلة والبدلة القمر وبيلف هنا وهنا وهنا، ينجح يختفي. يا ترى حضرتك ايه النموذج اللي هتختفي بعد الانتخابات؟ هو ده النقطة اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها. أنا لو أنا عملت كده أنا بختزل حق المواطن 5 سنين في لقطة الشهر بدون تفاصيل كتير عشان ما بجرح في حد حاجة. لكن حق المواطن 5 سنين هو 5 سنين متواصلة عمل. هو عايز 5 سنين عمل متواصل من الدكتور عثمان فريق العمل بتاعه. ممكن ما يقابلوش، هو عاوز نتيجة على الأرض. احنا إن شاء الله معانا شغالين على بوابة تبقى إلكترونيك، يبقى المريض اللي في نجع سبع واللي في العسوية واللي في الزاوية مش محتاج يتحرك من مكانه، يدخل يحط المشكلة بتاعته والطلب بتاعه على بوابة هتسمع في الغرفة المركزية بتاعت الحملة، والفريق اللي هيبقى موجود معايا إن شاء الله هيتم التواصل معاه. ده بيبدأ يقسم الملفات دي. ملف ده هيبقى شكله إيه يعني التصور ده؟ هل زي ما بتقول هل تطبيق هيبقى تطرح عليه الشكوى بتاعتك؟ الشكوى وبتتفلتر بقى، دي شكوى في الصحة، دي في التعليم، دي مشكلة صرف، دي مشكلة طرق. ده نموذج جديد من التواصل يعني تقريبا دي حاجة أسرع وأسهل، وكمان توفير في الوقت والمجهود للمواطن اللي عنده مشكلة، بدل ما ياخد 2-3 رايح و2-3 جاي وساعة انتظار وممكن يقابله يا ما قابلوش. لكن هو في الحالة دي مشكلته بتبقى هو أنا مش عايز أظلم برضو النائب، إن إحنا بقى الدور خدمي في محيط مش شغل، فبقى إرهاق. بعد شوية عمره ما هيقدر يوفي بكل حاجة. هو دوره مش هنا، دوره يأتي المشكلة العامة يتحرك عليه، سواء بقانون موجود أو إحنا محتاجين قانون جديد. فالمنظومة دي هتحط تفلتر الحاجات مثلا بتاعة الطرق الكباري، مش عارف ايه، الاستثمار، عندنا مشاكل كده، فريق العمل يبدأ برضو يحللها. والمفروض ان احنا نتحرك في الملف ده ونتحرك في الملف ده. هم بيحطوا خطة عمل للنائب، هو اللي يبدأ يتحرك فيها، يتحرك في مؤسستين، حاجة جاهزة بقانون موجود، يبقى نتحرك مع مؤسسات الدولة من بداية من المحافظ لباقي المؤسسات الباقي. تمام. إن الخدمة ممكن تبقى موجودة بس مش واصلة للقطاع نتيجة مشكلة لوجستيات أو نقص في حاجة معينة. ممكن هنا دور النائب يتدخل، بيريحوا في الوقت. أنا بدل ما أقدم خدمة ل100 و200 و300 مواطن في نفس الوقت. نفس السؤال اللي طرحته فاطمة هياخدنا لنقطة مهمة جدا، وهي
يمكن حضرتك طرحت واستفدت في قصة تواجد حضرتك الدايم من خلال تطبيقات مختلفة وحاجات مختلفة عشان توصل للناس، وإن أنت حضرتك تبقى متواجد. ده يرجعنا النقطة الجيل اللي في النص اللي هو من 18 ل 25 سنة. إيه رؤيتك كعضو مجلس نواب ومرشح محتمل؟ ده مهم جدا يا فاطمة. يمكن صحيح حضرتك صحيح. ال اكتر فئه اللي هي 18 25 سنه هي اللي بتقوم عليها اي دوله مصريه او اي محافظه، والفئه الاساسيه بتاعتنا اساس كل ده حاجه. الاساس. 60% من محافظه اسيوط هم شباب، وده القطاع ده للاسف هو بيتاثر بكل حاجه. بيتاثر ان انا اوجهه في الاول على القطاعات اللي محتاجه الاستثمار وسوق العمل بره مثلا. فانا عندي مثلا هيبقى مجموعه عمل ان انا اسعى ان هو يبقى فيه ربط بين الخريجين وسوق العمل واحتياجات السوق له، ومع الجمعيات اللي تكفل المشروعات الصغيره مثلا. تدريب. يعني احنا بنتكلم على تأهيل لسوق العمل. مستثمرين، انت محتاج ايه؟ بعد كده فرق تبدا تدرب الناس دي. حاجه على المستوى حتى السوشيال ميديا، الناس السنة ده دايما موجود على السوشيال ميديا. لازم يبقى في ميثاق شرف إعلامي. احنا ايه اللي بنوجهه للأجيال دي؟ المفروض ان نقابة الفنانين ونقابة كل شيء في الإعلام وكل شيء في نقابة الفنانين وكل شيء في الأفلام هي رسائل موجهة للجيل ده، هو بيتأثر بيها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على سلوكه. في سلوكيات كتير بقت في المجتمع أساسها للأسف نسميها إيه؟ الجزء السيء من انتشار الميديا بصورة عنيفة، سوشيال ميديا، لا، والتطبيقات والأفلام المعروضة والرسائل السلبية. أنا شايفة أصلا الجيل ده بحسه مظلوم جدا يعني. صحيح. بيواجه صحيح. يعني عمرنا ما سمعنا ان احنا بس هو قال حاجة كويسة الدكتور عثمان. هو ربط ما بين الجيل بتاع 18 يا فاطمة وجيل 25، وقال يعني هو دخلنا في حتة تاني بقى تدريب بقى عشان سوق العمل وتأهيل سوق العمل، ويبقى المخرج اللي خارج من المراحل التعليمية المختلفة هي تقابلها سوق عمل يؤهلوا ليه. يمكن هو ده بيحطوا على أول الطريق إنه هيبقى طالع، لأن هو بيبقى في حالة توهان في الجيل ده. يعني 18 ل 25 تلاقي شباب في منهم طبعا مش كلهم متخبط، هو مش عارف يعمل ايه، مش عارف حتى ينمي مواهبه ولا يكتشف ايه اللي جواه. علشان احنا حضرتك تخيلي بقى 60% من المحافظه شباب. لما يبقى انا انقل فكرهم من فكر واحد مستهلك لفكر واحد منتج، انا عايز كل شاب وكل بيت يبقى هو وحده صغيره للانتاج، هو مصنع صغير. الصين كده، كل الدول اللي بتحاول تتحرك لقدام انك انتج الحاجات الصغيره. الكلام ده على مستوى الحاجات الصناعيه الزراعيه، على اي حاجه. ده مربوط بنقطه ملف الاستثمار برضه انا مهتم بيه جدا. لما تقعد مع القطاع سواء المحافظ او الوزاره او تتكلم، انا عشان اجذب مستثمرين انا احلم ان اسيوط تبقى واجهه استثماريه، واجهه سياحيه، تكون جاذبه كمان للاستثمارات. لان احنا لازم في الدولة بتتحرك في ان هي بتعمل شبكة طرق قوية، لكن في بعض الحاجات اللي لسه محتاجة تدعيم، محتاجة ان احنا نقول للأماكن دي لسه ان اي مستثمر لما تيجي تقول له تعالى اعمل استثمار في اسيوط هيقول مفيش مشكلة، بس هو عايز بعدها بساعتين 3 يبقى في القاهرة. احنا المفروض نستغل موضوع القطار السريع وان هو ليه ستيشن هتبقى في الهضبة، ان ده منطقة يبقى هو دلوقتي في وقت صغير هيربطوا بين العاصمة وبين العاصمة الإدارية وأسيوط. فأنا ده استثمار. لو ربنا وفقنا كمان أحلم إن لو في طريق مباشر بين أسيوط والغردقة، ده يبقى جميل جدا. السياحة بأسيوط. صحيح. في أسيوط وجهة سياحية بس عدد المترددين عليها أقل من الطموح بيه. السؤال اللي انت محتاجاه وتناقشنا فيه ومحتاجه تتكلمي احنا فيه. شايفين حضرتك من اول ما احنا اتكلمنا معاك، من اول ما قابلناك، ودايما بتتكلم على المواطن والانسان الغلبان. صحيح. وطبعا ده هدف كل نائب وكل مرشح ان هو يخدم انسان بسيط يعني. بس احنا سامعين حضرتك بتعمل عمليه ب 200,000 و300,000،
فازاي حضرتك هتبقى نائب وهتحس بالمواطن البسيط؟ بنقول المستوى الدخل والمستوى الدخل مختلف ده تماما محتاج يعني. الناس يعني تفهمه حضرتك في حته والمواطن في حته. والمواطن يعني حقيقه. لا حقيقة، بس أنا أشرحها لحضرتك الصورة إزاي. هو المواطن الغلبان مش من حقه ياخد خدمة ب200,000 وبمليون جنيه؟ ولا هو عشان غلبان مش من حقه ياخد خدمة طبية؟ هو من حقه ياخد خدمة طبية زي أي مواطن على الدولة دي، على الأرض مصر وفي أي مكان. الأمانة الطبية تتطلب مني إن هو لما يكون معايا أشرح له خطوات العلاج في نوع تدخل كذا وتدخل كذا وتدخل كذا، ده موجود وده موجود وده موجود، ده مميزاته وده مميزاته وده عيوبه ايه، والمريض بيشاركك. انا دايما بقولها للفريق اللي بيشتغل معايا، العلاج ده هو رحله، هي مركب بناخدها مع بعض، انا والمرافق والمريض لازم نبقى مشاركين مع بعض في الاختيار. تمام. لازم تعرض عليه حاجات حديثه. انا قلت لحضرتك في الاول الحمد لله اتعلمنا حاجات كتير في السفر، حاجات ممكن تكون شفتها بعينك وبدأت تتحرك. احنا نتعلم ان الجراح بيتعلم بعينه قبل ما بإيده. تمام. نقلنا بفضل الله، انا بشتغل اكتر من 99.9 من شغلي بالقسطرة. القسطرة التداخلية هي كل يوم فيها جديد، كل يوم انا اطمح ان انا ادخل حاجة ما كانتش موجودة. هو المريض اللي في اوروبا ياخدها ليه واحنا ما ناخدهاش؟ يعني السؤال يا دكتور عثمان، يعني هي نبسطها شويه. ايوه، يعني هل المستلزمات هي اللي غاليه يعني ولا ايه؟ ومش انتوا اللي بتاخدوا الفلوس دي؟ هل ال 200,000 دي، هو حضرتك لما تيجي عندي ربنا يحفظك تطلبي خدمه طبيه، هل الخدمه الطبيه احنا قاعدين مع بعض ولا هنروح مستشفى وفي مستلزم طبي وفي فريق طبي وفي رعايه وفي عنايه، صح؟ يعني الرقم اللي احنا سامعينه ده مستلزمات ولا عمليه؟ لو طبيا كل ما يعلى الرقم كل ما الجراح ما يعرفش ايه. انا بقول للمريض الخدمه دي كذا، لو انت شوف ليك تامين ليك اي حاجه ليك نفع الدوله، انا اجري معاك واخبط على اي باب ما كانش معايا اي سلطه. ولي الفضل بفضل الله مع مجموعه العمل في اسيوط، احنا قاتلنا عشان ندخل مثلا الدعامات المغطاه، اغلى دعامه على وجه الارض لمرضى شريان الاورطي دخلت، واول مريض يدخل التامين الصحي على مستوى الجمهوريه هو مريض اتعمل في اسيوط. احنا قعدنا نقاتل ونحارب لحد ما جيلنا دعم من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وكان بيتابع معانا خطوه بخطوه. ده نجاح يقعد طول العمر. دي كانت كيس هنا في اسيوط؟ كيس في اسيوط. الدعامه دي كان في وقتها ب600,000 جنيه وعاملينها في المجاني. هل هو الدكتور عثماني خدها؟ حاليا سعرها يعدي 2,700,000 بعد التعويم. الدعامه اللي كانت برقم اتغيرت. الامانه الطبيه بتفرض علي اعرض عليه كل الحلول. ممكن يقول لك انا هتصرف، انا عايز الخدمه دي. هو حقه كإنسان يحدد هو عاوز ايه. هو ممكن على فكرة يمتلك مليارات ويقول لك لا أنا مش عاوز كده. دكتور عثمان، على مدار طبعا سنوات طويلة من السفر وخبرات وفي الطب وفي النقابة وفي الحياة بشكل عام، الشباب في التوقيت الحالي تحس ان في حالة احباط شوية عندهم، محتاجين حاجة رسالة او حاجه يعني ايجابيه، حاجة إيجابية لشبابنا. عايزين حاجه ايجابيه يعني احنا محتاجين حاجه ايجابيه. الشباب محبط حرفيا. يعني فاطمه طرحت السؤال. ما انا مش بقتنع ولا بالسلبيه ولا بالمستحيل، انا بقتنع بالعمل. انت على قد ما تشتغل بس تحط خطه انت عاوز تعمل ايه. مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها ممكن ما تتعملش، كل حاجه ممكن تتعمل. لو احنا حطينا قدامنا هتلاقي 100 عرقله وحيط ومش هتقدر تعمل حاجه. لكن اول ما تبدا تحط ورقه وقلم انا عايز اعمل كذا، هتبدا تحط الخطوات بتاعتك. ما تفكرش، هتتعب شويه، هتخسر شويه، بس في الاخر لما توصل للنتيجه هتتعلم كتير وهتوصل لنتيجه عمرك ما هتوصل لها باي حاجه تاني. الحياه العاديه حاليا اصبحت سريعه جدا، سوق العمل لا يقبل بانصاف الحلول. خليك حاجه مختلفه عن اي حد، خليك نفسك، ما تبقاش حد تاني. انت مختلف عن اي حد تاني، رسالتك تبقى مختلفه. لو انت حاجه بسيطه بتعملها في المجتمع بس مختلفه، الناس كلها هتشوف حاجه كبيره. في نهايه الحوار احنا بنحب نرحب بحضرتك ووجودك معانا، وشيء يشرفنا ويسعدنا وجود حضرتك، وبالتوفيق ان شاء الله في المرحله اللي جايه. احنا بنشكر حضرتك جدا، ونقفل حلقتنا بان ان شاء الله مفيش مستحيل، المهم ان احنا نحاول.
بالظبط. وفي نهايه حلقتنا احنا بنشكر دكتور عثمان، نورتنا يا فندم جدا، بنتمنى لك التوفيق طبعا ان شاء الله، ونتقابل بعد حلف اليمين. نشوفكم في بودكاست جديد ان شاء الله. في نهاية الحلقة بشكر ضيفنا الدكتور عثمان على وجوده معنا، وعلى وعد بلقاء في حلقات قادمة مع بودكاست أنا معكم محمود عبد الله وفاطمه جابر.